السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي وحبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل بقى كنز مع بعض. حاجة كده كنا بنرميها، لا من النهارده مش هنرميها، ده كنز لازم نحافظ عليه. حاجة كده هتفيدنا في كذا حاجة هنشوفها مع بعض. يا ريت بس لأول مرة تشوفي قناتي اسمها مطبخ اسماء علي. يا ريت تتفرجي معايا على الفيديو الاخر عشان تشوفي كل حاجة تفيدك وكل حاجة. انا دورت كتير عشان اعمل لكم الفيديو دوت، عشان ادور لكم كده ايه المفيد في بقى البذر بتاع المانجا، او بيسموها كده زبدة المانجا، بيسموها اللي بيطلع من جوه ده زبدة المانجا. معانا ايه؟ معانا كده بذر من المانجا، ومعانا ميه مغليه، ميه كده رفعناها على النار، غليت معانا، بدأنا ان احنا نضيف فيها بذر المانجا. انا عاوزاه يبقى طري معايا عشان اعرف ان انا افتحه كويس معايا. هسيبه كده حوالي ربع ساعة على النار يغلي. زبدة المانجا دي طلع منها العجب. بصوا بقى، ده القلب اللي احنا بنطلعه من قلب بذرية المانجا، بيسموه ايه؟ بيسموها زبدة المانجا. بنعمل بيه حاجات ايه؟ بيعمل بيه حاجات كتيرة، حاجات بتفيد الشعر، وحاجات بتفيد القولون، وحاجات كمان بتخسس. يعني حاجات كده كنا تايهين عنها واحنا بقى عرفناها. لازم تشوف الفيديو دوت عشان في حاجات كتيرة جدا هتفيدك. كمان لو عايزة تتأكدي، دوري كده في اي حاجة على اليوتيوب كده واسألي على البذر المانجا دوت، ايه فوائد بذر المانجا، او ايه فوائد جوه كده بذر المانجا. هتلاقي ان في حاجات كتيره جدا هتفيدنا، هنعملها مع بعض كده خطوه بخطوه. وكمان هعمل لكم حاجات تانية كتيره جدا للتخسيس وللقولون، ولكمان تساقط الشعر والقشر، حاجات تفيد جدا. انا كده طلعت كل القلب بتاع البذور كده المانجا معايا كده خلاص. انا هبدا بقى اعمل ايه؟ هبدا ان انا اطحنها كده في الكبه هنا، او في المطحنه كده الصغيره بتاعتي. انا عاوزاها تبقى كده حاجه كده زي العجينه معايا. انا لقيتها كده ان هي مش هتطحن معايا كويس في الكبه عشان كبيره، فبدات ان انا كده ضفتها في المطحنه الصغيره. هي بتطلع معايا كده حاجه كده بتبقى عامله زي العجينه معايا، او عامله زي الطحينه كده. لما بتبقي تعمليها كده بتجهزيها بتبقى حاجه كده طريه. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، دول بقى هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم كده حاجات تفيد شعرك وتفيد القولون، وتفيدك كمان في التخسيس، يعني تنفعك لكل حاجة. نجيب كده برطمان ونحفظه كده في التلاجة، ونبدأ نعمل منه. معانا زيت الخردل، اسمه زيت الخردل، ده بيتباع عند العطار. بتجيبي كده ازازة صغيرة، بنضيف كده منها حوالي ربع كوباية كده في طبق، وبنضيف كده معلقة من البذور بقى اللي احنا طلعناها من بذر المانجا. بيسموها زبدة المانجا اللي انا بعمله دوت اسمه زبدة المانجا. ضفناه كده على زيت الخردل ده بقى، يعني حاجة كده بتضيع كده القشرة بتاعة الشعر نهائيا. حقيقي الناس كتيرة جربتها وعملتها. انا مش بعمل فيديو خلاص، انا دورت كتير كده عبال معرفت فايدة بذور المانجا، فانا قلت لازم اعمل مع اخواتي وحبايبي كده الفيديو ده. تاني فايدة هنعملها دي للقولون او للتخسيس، نتيجتها رهيبة جدا. هنعملها ازاي؟ هنعمل كوباية مية سخنة، هنضيف فيها معلقة صغيرة من البن ومعلقة صغيرة من بذور اللي احنا طلعناها من بذر المانجا. نتيجتها حلوة جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش في لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وزي ما تستفادي غيرك يستفاد. ما تنساش في لايك.